اليوم سأحكي لكم قصة الإنسان الوحيد الذي اختاره سيدنا آدم لكي يتنازل له عن 40 سنة من عمره. قال لربنا: يا رب، أعطه 40 سنة من عمري لكي يعيش مدة أطول. أول إنسان يتحدث إلى الطيور في السماء، الإنسان الذي اجتمعت الطيور في جنازته لتظلل الناس وتحميها من حرارة الشمس. الإنسان الذي سخر الله له الحديد، فكان يشكل الحديد كما يشكل الصلصال. ولما حانت لحظة موته وظهر له ملك الموت، رد عليه بكل ثبات وقال له: أهلا بأمر الله. اليوم سأحكي لكم قصة سيدنا داود عليه السلام. استطاع سيدنا داود أن يهزم الملك جالوت رغم أن عمره في ذلك الوقت كان لا يزال 16 سنة، وبناء على ذلك كافأه طالوت بأن زوجه ابنته وولاه الملك من بعده. وبهذا يكون سيدنا داود أول إنسان يجمع بين الحكم والنبوة منذ أيام سيدنا يوشع بن نون. سيدنا داود رغم تكليفه من الله بالجمع بين الحكم والنبوة، وهذا تكليف مرهق، خصوصا أنه كان تقريبا لا ينام إلا ساعات قليلة جدا لكي يتمكن من تلبية احتياجات الناس كحاكم ويؤدي رسالة ربه كنبي، إلا أنه نجح نجاحا باهرا في المهمتين. وليس هذا فقط، بل بجانب عمله كحاكم ونبي استطاع أن يقوم بمهام القاضي، فكان يصلح بين الناس ويحكمهم ويوصل لهم رسالة الله في النهار. وبمجرد أن يدخل الناس للنوم كان يرتاح ساعتين ثم يصحو ليختلي بربه ويقيم الليل. هذه كانت حياة سيدنا داود بين الحكم والنبوة والفصل في مشاكل الناس، وبين قيام الليل والصيام يوما بعد يوم. كان يصوم يوما ويفطر يوما، لدرجة أن النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ضرب به المثل عندما قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، حتى قيامه في الليل كان هو الأحب إلى الله. كان أحب القيام إلى الله قيام سيدنا داود، لأنه كان مقسما بشكل صحيح يحافظ على صحته، وفي نفس الوقت يحافظ على علاقته بربه. فكان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلث الليل ويرجع ينام سدسا. وهنا تأكيد واضح منه على أهمية الحفاظ على نعمة الصحة. الله لم يقل أن نبقى طوال الليل والنهار نتعبد على حساب صحتنا، خصوصا أن صحتنا أمانة ائتمننا الله عليها، ولا قال أن نرتاح طوال النهار والليل بدون عبادة. الشطارة هي أن تجمع بينهما جميعا بدون أن تؤذي نفسك ولا تؤذي علاقتك بربك، وهذا ما فعله سيدنا داود. إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. اهتم بصحتك وريح جسدك، اجلس مع أهلك وودهم، واجلس مع ضيوفك، واخرج مع أصدقائك، لكن في نفس الوقت لا تهمل حق الله عليك. صل الصلاة في وقتها، وتمتع بقيام الليل في الثلث الأخير منه، خصوصا أن الله يتنزل إلى السماء في ذلك الوقت ليجيب دعوة المحتاج. إنها فرصة لتستغلها وتطلب لنفسك الخير، فأنت الكاسب في ذلك وليس أحد آخر. وهذا ما كان سيدنا داود يفهمه ويدركه جيدا، فكان يؤديه بشكل صحيح، وكانت النتيجة أن الله وهبه من النعم ما لم يوهبه لأحد غيره. أنزل الله على سيدنا داود كتابا خاصا به اسمه الزبور، وهذا كتاب غير التوراة والإنجيل والقرآن. التوراة والإنجيل والقرآن تحتوي على أحكام، بمعنى ما يجب فعله وما لا يجب فعله، وما هو حلال وما هو حرام. لكن الزبور كان عبارة عن حكم ومواعظ لتربية النفوس والعقول، فكان سيدنا داود يتغنى بالأحكام والمواعظ ويرددها بشكل أقرب للتلاوة. والأجمل من ذلك أنه كان يتفنن في تلاوتها، تلاها ب70 طريقة مختلفة، كل طريقة منها أجمل من الأخرى، لدرجة أن الجبال عندما كانت تسمع تلاوته كانت من حلاوة صوته وجمال تلاوته تسبح معه. حتى الطيور عندما كانت تسمع تلاوته كانت تقترب منه وتطير فوقه لتسمعه وتردد معه، فكانت النتيجة أنها كانت تصنع كالسحابة أو الغيمة فوقه طوال الوقت الذي كان فيه ماشيا أو جالسا. وهذه في حد ذاتها معجزة، لأن المعروف عن الطيور أنها تخاف من البشر. حاول أن تقترب من أي عصفور تجده يبتعد عنك فورا لأنه خائف منك. إلا أن الطيور كانت تفعل العكس مع سيدنا داود، فبمجرد أن تسمع صوته كانت تتجمع حوله وتسبح معه من شدة حلاوة صوت سيدنا داود. سيدنا النبي محمد نفسه عندما سمع تلاوة أبي موسى الأشعري للقرآن وأعجبته قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود.
من شدة ما أعجب صوت أبي موسى سيدنا محمد، شبهه بحلاوة وجمال تلاوة سيدنا داود. وربنا لم يرزقه صوتا جميلا فحسبه، بل وهبه أيضا العقل والحكمة التي يستطيع استخدامها في الحكم بين الناس. على سبيل المثال، في يوم دخل رجلان من بني إسرائيل إلى سيدنا داود عليه السلام ليحكم بينهما في مشكلة، فسألهما: ما الأمر؟ فقال أحدهما: أنا لدي نعجة وهذا الرجل سرقها مني. فسأل سيدنا داود الرجل الآخر: ما ردك على هذا الكلام؟ فقال: أنا لم أسرق شيئا، أنا بريء. وبما أن المدعي لم يكن لديه دليل على أن الشخص الآخر سرق منه شيئا، قام بتأجيل سيدنا داود الحكم إلى اليوم التالي. وفي الليل اختلى سيدنا داود بربه وصلى قيام الليل ودعا الله أن يهديه للعدل، فنزل عليه الوحي بمفاجأة. أمر الله سيدنا داود بقتل المدعي، الرجل الذي قال إن نعجته سرقت. استغرب سيدنا داود وبدأ يتساءل: قتل لماذا؟ حتى لو كان هو السارق فإن جريمة السرقة لم يكن عقابها القتل، فلماذا أقتله؟ لكنه وبما أن الأمر إلهي كان لابد أن يتم تنفيذه. وفي اليوم التالي وخلال جلسة الحكم، حكم سيدنا داود على الرجل بالإعدام. بالطبع الرجل كان مصدوما، وكل الناس الحاضرين اندهشوا. كيف يمكن لسيدنا داود النبي والحاكم العادل أن يفعل ذلك؟ وظلت الحالة هكذا حتى أوشك الحكم على التنفيذ. بدأ الرجل يبكي ويدخل في حالة هستيرية، حتى نطق بجملة فسرت كل ما يحدث. عندما دخل الرجل في حالة هستيرية، بدأ يقول كلاما غير مفهوم، حتى قال إن إعدامه اليوم هو عقاب له على قتله لوالد الرجل الذي سرق نعجته، بمعنى أن الرجل الذي سرقت نعجته كان قد قتل والد السارق، لكن لم يعرف أحد أنه القاتل حتى اليوم. فشاء الله أن يسرق ابن الرجل المقتول النعجة ليذهب إلى سيدنا داود ليحكم بينهما، فيكشف الله سره ويعلم الجميع أنه القاتل، وبالتالي يكون حكم الإعدام الذي أمر الله بتنفيذه صحيحا. وهنا زادت ثقة الناس في سيدنا داود في أحكامه، وزاد هيبته بين بني إسرائيل وثقتهم فيه، خصوصا عندما رأوا العدل الإلهي يتحقق على يديه. ولكن حصلت المفاجأة بعد بضعة أيام، عندما كان سيدنا داود في خلوته مع ربه في قيام الليل، إذ تفاجأ بشخصين يقفزان فوق سور بيته. ظن أنهما لصان أو أنهما يريدان قتله، فخاف وارتعب، لكنهما طمأنا سيدنا داود وقالا إنهما يريدانه ليحكم بينهما في خصومة. قال له: نحن نعلم أن ما فعلناه خطأ، وأنه لم يكن ينبغي لنا أن نقتحم عليك بيتك بهذا الشكل، لكن نحن أخوان، والمشكلة بينهما لا يمكن تأجيلها إلى الغد. تخيل أن هذا بيت الحاكم الذي تم اقتحامه، وليس أي حاكم، بل هو حاكم ونبي، مما يعني أن أقل ما يمكن فعله هو معاقبة من فعل ذلك. ولكن بسماحة النبوة سامحهم، وجلس ليستمع إلى شكواهم. وكانت الشكوى أن أحدهما يملك 99 نعجة، وأخوه يملك نعجة واحدة فقط. فقام الذي لديه 99 نعجة بمحاولة أخذ نعجة أخيه التي لا يملك سواها. بالطبع عندما سمع سيدنا داود شكوى الأخ الأول، لم ينتظر ليسمع من الأخ الآخر، وأصدر حكمه بشكل مباشر. وهنا كانت المشكلة، لأنه اتضح أن الأخوين كانا ملائكة أرسلهم الله ليختبروا حكمة سيدنا داود، لأنه ببساطة استمع لأحدهما ولم يستمع للآخر. وعندما أدرك سيدنا داود الخطأ الذي وقع فيه، سجد على الأرض وطلب العفو من الله مباشرة. لم يحتج إلى وقت طويل لكي يجادل أو يقول أنا على حق أو أنا لم ألاحظ. شعر أنه أخطأ، فسجد على الأرض واستغفر الله، فما كان من الله إلا أن قبل توبته. وهب الله سيدنا داود القدرة على تشكيل الحديد، فكان يستطيع أن يمسك الحديد ويشكله كما نشكل الصلصال. وهبه الله القدرة على تطوير الدروع. كان سيدنا داود هو الحاكم وهو القاضي وهو النبي، وبرغم كل ذلك كان يعمل حدادا، وكان يأكل من كد جبينه. بالرغم من كل ذلك كان سيدنا داود غيورا جدا على أهل بيته، لدرجة أنه عندما كان يخرج من بيته كان يوقف الحراس على باب البيت خوفا من أن يقتحم أحد بيته أثناء غيابه. حتى في يوم من الأيام تفاجأت زوجته برجل واقف في وسط البيت تماما، فارتعبت وقالت: أنت؟ ما الذي جاء بك هنا؟
فأرسلت إلى سيدنا داود الذي جاء بسرعة عندما سمع أن هناك رجلا غريبا دخل على أهل بيته، وقال له: من أنت؟ وما الذي جاء بك هنا؟ فرد عليه الرجل وقال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا أمنع من الحجاب. فهدأ سيدنا داود وقال له: أنت والله إذن ملك الموت، أهلا بأمر الله. مات سيدنا داود ولقى وجه ربه الكريم وعمره 100 سنة، رغم أن عمره الأساسي كان 60 سنة فقط. وهذا يعيدنا إلى قصة سيدنا آدم عليه السلام عندما عرض الله عليه ذريته ورأى أهل الجنة منهم، فرأى ما بين عيون كل واحد منهم نورا، لكن أحدهم من بين ذريته لفت انتباهه أكثر لأن النور بين عينيه كان أكبر وأشد من كل أهل الجنة. فسأل الله: من هذا يا رب؟ فرد عليه الله وقال: هذا واحد من ذريتك اسمه داود. فسأل سيدنا آدم: وكم جعلت عمره؟ فرد الله وقال: 60 سنة. فقال سيدنا آدم: رب زده من عمري 40 سنة. وهكذا زاد عمر سيدنا داود إلى 100 سنة بعدما كان 60 فقط. أما جنازته فكان مشهدها رهيبا، شارك في جنازته الآلاف من بني إسرائيل، لدرجة أنه بسبب ازدحامهم ولهيب الشمس وحرارة الجو طلبوا من سيدنا سليمان ابن سيدنا داود أن يكلم الطيور لتحجب عنهم الشمس ليتمكنوا من متابعة الجنازة تحت ظلها. وفعلا كان سيدنا داود قد علم ابنه سيدنا سليمان كيفية التحدث مع الطيور، فجاءت الطيور من كل مكان وكونت بأجنحتها مظلة كبيرة جدا حجبت الشمس تماما. لكن بسبب كثرة الناس وازدحامهم في الجنازة ومع وجود الطيور التي حجبت الشمس والهواء معا، بدأت الناس تتذمر من قلة الهواء، فطلبوا من سيدنا سليمان أن يتحدث مع الطيور مرة أخرى ليخففوا من ظلهم قليلا ليتمكنوا من التنفس. فحدثت المعجزة، حيث نفذت الطيور أمر سيدنا سليمان ولكن بطريقة مختلفة. الطيور طارت بجناح واحد ورفرفت بجناح واحد وأغلقت جناحها الآخر، فبدأ الهواء يدخل من جهة الجناح الذي تم إغلاقه، مما مكن الناس من التنفس بسهولة، وفي نفس الوقت متابعة الجنازة تحت مظلة الطيور التي تحميهم من الشمس. كان منظرا مهيبا، الآلاف من الناس يسيرون في الجنازة وملايين الطيور فوقهم تحميهم من الشمس. وكان هذا هو المشهد الأخير لرحيل سيدنا داود عن الدنيا ولقائه برب العالمين. في نهاية قصتنا لا تنسوا الاشتراك والإعجاب وتفعيل زر الجرس في قناتنا للمزيد من القصص، وقوموا بالكتابة في التعليقات ما القصة القادمة التي ترغبون بها.